السلام عليكم يا شباب. النهارده معانا قصة جديدة، يا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك. صلوا على النبي. يلا بينا نبدأ الحلقة. تبدأ قصتنا مع بطلنا وهو راجع من الخدمة العسكرية. كان المفروض أول حد يجري عليه هو حبيبته. البنت كانت مستنياه شهور طويلة تحلم باللحظة دي، لكن واضح إنه عنده أولويات تانية خالص. هو تقريبا ما بصلهاش حتى، عدى من جنبها بسرعة وجري مباشرة على أوضته، لأن في حاجة أهم مستنياه هناك: كبسولة اللعبة الجديدة. قبل ما يدخل الجيش كان واحد من أخطر اللاعبين في لعبة مستحيلة الصعوبة، لعبة أسطورية اتقفلت بعد ما كسرت أعصاب كل اللي جربوها. لكن دلوقتي نزلت لعبة جديدة شبهها جدا، وده كان كفاية يخليه مش قادر يستنى ثانية واحدة. أول ما دخل العالم الافتراضي ظهر قدامه طور إنشاء الشخصية، ومن غير تردد اختار تسريحة شعر حادة وكتب اسمه الجديد كايزر، اسمه مناسب للاعب راجع عشان يسيطر. في لحظة اتنقل مباشرة لساحة حرب مدمرة، مرحلة التدريب. الجرافيك واقعي بشكل مرعب، لكن قبل أي حاجة لازم سلاح، واختار سيف. وهنا قابل قائد فرسان الليل تشارلي. القائد شرح له إن الوضع كارثي، ولو الوحوش ما توقفتش كارثة حقيقية هتنزل على العالم. لكن قبل ما يكمل كلامه حتى، كايزر اندفع لقدام من غير تردد، وخلال ثواني خلى كل الوحوش اللي قدامه اتحولت لجثث. رغم انه لسه لاعب جديد في اللعبة، كان بيتحرك بثقة لاعب مخضرم. هو اصلا كان قلقان ان مهاراته تكون صدت بعد الجيش، لكن الحقيقة جسمه اخف وردة فعله اسرع. القائد انبهر بيه جدا، وده فعل نظام الالفا داخل اللعبة، نفس النظام القديم اللي كان موجود قبل كده. الثقة زادت لدرجة ان القائد بقى تقريبا مستعد يغطي عليه مهما عمل. تم منحه لقب اقصى درجة اعجاب، لقب خطير خصوصا في بداية اللعبة. المهمة التانية كانت اغتيال ساحر مظلم داخل البوابة، لكن فجأة وحوش بدأت تغزو القلعة من كل اتجاه. تشارلي قرر يثبت الخط الدفاعي بنفسه وسلم مستقبل المعركة لكايزر. الغريب، المفروض الام بي سي يساعد اللاعب ضد الزعيم، مش يسيبه لوحده، وده خلى كايزر يشك فورا. تصرف الشخصية اتغير، يعني في شرط مخفي اتفعل. وعلى الجانب التاني من الباب كان في شيء النظام نفسه حذره منه. كايزر ابتسم، هو فاهم النوع ده من الحيل محتوى مخفي، جزء سر اللعبة مخبياه عن معظم اللاعبين. وكل ما الخطر كان بيزيد حماسه كان بيزيد اكتر. فتح الباب وكان مستعد يواجه ساحر مظلم، لكن اللي شافه خلى قلبه يقف لحظه. مش ساحر، بل وحش عملاق ملفوف بسلاسل محاط بهاله حمراء دمويه، تنين شيطاني ذو دم حديدي، وزعيم من النوع الاسطوري. اللعبه الجديده استوحت نظام التصنيفات من اللعبه القديمه: عادي ونادر وبطولي واسطوري، لكن اختارهم فعلا الوحوش الفريده، وحوش لها اسم خاص وقصه خاصه وقوه غير طبيعيه. والتنين ده واحد منهم. بمجرد ما ظهر ضغط مرعب انفجر في المكان، الشاشه امتلت بتحذيرات النظام. تم التعرف على نوع تنين، تقليل قدرات اللاعب الجسدية، سرعة الحركة انخفضت بنسبة 25%. وقتها كايزر ما قدرش يمنع نفسه يفكر، هو مطورين اللعبة كانوا بياخدوا ايه وهم بيصمموا الكابوس ده؟ الميزة الوحيدة ان الزعيم مقيد بالسلاسل، لكن ضربة واحدة من مخالبه كفيلة تمسح وجودك من اللعبة فورا. كايزر مر بمواقف شبه دي قبل كده قدام زعماء مرعبين، كان دايما قدامه اختيار واحد بس: تقتل او تتقتل. رفع سيفه وتفادى اول ضربة حطمت الارض تحته، اتزحلق ناحية اليمين ورد بهجمة اصابت التنين، لكن زئير تاني شل حركته. المخلب نزل ناحيته على طول، ضربة مضادة بالسيف، لكن قوة الاصطدام رمته أمتار لورا. بص على الضرر اللي عمله من أصل مليون نقطة حياة، هو خد منه 120 بس. يعني ببساطة لو مركزش هو اللي هيتحول لوجبة. الصعوبة دي غير منطقية تماما لمرحلة تدريب. وأثناء القتال ذكر تعليقات اللاعبين في المنتدى، كل كان بيقول إن التنين دوت ولا حتى أفضل اللاعبين قدروا يهزموه. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي: هل كايزر داخل مصيدة مستحيلة من أول اللعبة، ولا هو على وشك يفتح سر محدش وصل له قبل كده؟ رغم ان الوحش كان مرعب، كايزر بدأ يفرض اسلوبه في القتال: ضرب والتفاف وقطع سريع بالسيف. كل حركة كانت انضف من اللي قبلها. مع كل هجمة تعليقات اللاعبين اللي قراها زمان بدأت ترجع لدماغه. ناس كتير كانت محتارة بسبب اسم فصيلة التنين اللي ظهرت فجأة. البعض قال انه خطأ برمجي، والبعض التاني ما فهمش معناه اصلا. لكن الحقيقة ولا واحد منهم كان شاف اللي بيحصل دلوقتي، لان كايزر كان على وشك يعمل حاجة محدش عملها قبل كده: ثبت سيفه في مخلب التنين وبدأ سلسلة ضربات متواصلة بدون رحمة. حركته بقت جنونية، يدور حوالين الوحش ويقطع جسمه من كل الاتجاهات. اسلوبه كان اشبه باعصار بشري، وخلال لحظات العملاق الاسطوري وقع. النظام اعلنها فورا: اول لاعب في التاريخ يهزم زعيما اسطوريا داخل مرحلة التدريب. كايزر وقع على ركبته وهو بياخد نفسه بصعوبة، مرهق تماما، وهو متضايق من قد ايه الزعيم كان عنيد بشكل مستفز. سحب سيفه ببطء وعقله وقف عند نقطة واحدة بس. هو سبق حتى اصدقاء زمان، اللاعبين اللي كانوا مقتنعين ان الوحش ده مستحيل يتقتل في التوتو رويال، وده لوحده كان انجاز مجنون. لكن المفاجأة لسه ما خلصتش. النظام بدأ يعرض المكافآت: لقب القاتل الأول، خاصية سيد الأسلحة، خاصية التنين الخفي، خاصية القاتل، خاصية البطل، خاصية التجاوز. وكل الشروط اتجمعت مع بعض لفتح خاصية نادرة جدا. عين الحقيقة كايزر اتصدم. في العادة اللاعبين بياخدوا خاصية واحدة بس في بداية اللعبة، هو أخد مجموعة كاملة مع قتال واحد، وده معناه حاجة واحدة: اللعبة اعتبرت أداؤه خارج كل التوقعات. الخصائص في اللعبة دي مش مجرد إضافات، دي أنظمة كاملة تغير أسلوب اللعب. بعضها عادي، لكن بعضها بيتفتح بس لو عملت
عملت إنجاز شبه مستحيل. إحصائيات كايزر تقريبا اتضاعفت، وقوة السيف زادت، وتأثيرات إضافية ظهرت مع تعزيزات قوية جدا. لكن أكتر حاجة شدت انتباهه عين الحقيقة، قدرة غامضة تسمح له يشوف أشياء مخفية عن بقية اللاعبين. ميزة فريدة، مش مهارة نادرة بل مهارة واحدة من نوعها. ببساطة الراجل كسب اليانصيب، خصوصا إن حظه في اللعبة القديمة كان سيء لدرجة مضحكة، زي لما تفتح صندوق في لعبة تصويب وتطلع بأسوأ غنيمة ممكنة كل مرة. بينما هو بيستوعب اللي حصل، باب القاعة اتفتح ودخل القائد تشارلي جسده مليان جروح ودم. اتصدم لما لقى كايزر واقف لوحده وسأله بدهشة: هل خلصت عليهم كلهم بنفسك؟ مش قادر يستوعب ازاي لاعب خرج من معركة زي دي بدون إصابات خطيرة، وبدأ يشك إنه قدام لاعب من مستوى أسطوري. القائد بدأ يتكلم عن إن الأبطال بيظهروا وقت الفوضى، وإن وجود كايزر علامة أمل للعالم. لكن الصراحة كايزر كان شبه نايم من الملل بسبب الحوار الدرامي الطويل. وفجأة القائد ركع قدامه، طلب يسبح سيفه وخدمه، والنظام أكد إن نيته حقيقية، يعني رسميا تشارلي بقى تابع لكايزر. كايزر اتفاجئ لأنه فاكر إن الشخصية دي بتموت أصلا في القصة القديمة، يعني المفروض الموضوع مجرد مشهد رمزي. فقال له ببساطة: اعمل اللي تشوفه مناسب. لكن النظام اعتبرها موافقة كاملة، وكده حصل على دعم القائد رسميا. تشارلي ابتسم أخيرا وقال إنه يقدر ينام مرتاح دلوقتي لأنه شاف أمل المستقبل. النظام أعلن إن وقت رجوعه قرب. بوابة عملاقة ظهرت خلف كايزر، نهاية مرحلة التدريب. وقبل ما يمشي الفارس ناداه: سيدي انت رايح فين؟ كايزر فكر لحظة ورد بهدوء: هنروح للمكان اللي محتاجنا، العالم ده فوضى. الإجابة خلت الفارس متحمس كأنه سامع حكمة تاريخية عظيمة. بدأ العد التنازلي للانتقال، وقبل النهاية بثواني ادى تشارلي قطعة أثرية غامضة. ابتسم وشكره، والضوء ابتلع كايزر بالكامل. لكن المفاجأة الحقيقية كانت مستنياه بره اللعبة، لأن اللي حصل جوه التوتوريال بدأ يغير الواقع نفسه. بعد انتهاء كل اللي حصل، كايزر اتسحب فجأة لمكان جديد، المكان اللي بيحدد مصير كل لاعب في العالم ده. هنا اللاعب بيختار الحاكم اللي هيمشي وراه، ومن اللحظة دي طريقه بالكامل بيتغير. المكان كان ضخم ومهيب، أعمدة عملاقة وهبة تخليك تحس إنك داخل معبد أسطوري. لكن الحقيقة اللاعبين عندهم اسم تاني ليه: غرفة الجاتشا، المكان اللي ممكن يخليك تبكي أو تطير من الفرحة حسب حظك، بس لأن الحاكم اللي بتختاره هو اللي بيحدد مستقبلك بالكامل. والمشكلة مسموح لك تخدم حاكم واحد بس، اختيار واحد مفيش رجوع بعده. النظام شرح التصنيفات، كل حاجة في اللعبة ليها مستويات، حتى الحاكم نفسه. حاكم الحكايات، ناس اتحولت لحاكم بسبب الأساطير القديمة. حاكم الأبطال، اللي أنقذوا البشرية وارتقوا الحكام. وآخر مستوى حاكم الأسطورية، صناع الأساطير نفسها، وأكيد أعلى مستوى ممكن، بطاقات طايرة حواليه في كل الاتجاهات، كل بطاقة حاكم مختلف. والنظام طلب منه يختار واحد. كايزر مهتمش قوي، هو أصلا حظه سيء تاريخيا. لكن حاجة لفتت نظره أخيرا: طاقة واحدة بتلمع بلون ذهبي وسط الباقي. فعل عين الحقيقة، وفي اللحظة دي اتصدم، قدر يشوف اللي ورا كل طاقة. يعني ببساطة نظام الجاتش اتكسر بالكامل. دلوقتي هو عارف أحسن اختيار قبل ما يسحب أصلا. الميزة دي كانت غش رسمي. افتكر كلام صحابه زمان لما كانوا دايما بيسخروا من حظه السيء، الكلام ده كان بيوجعه فعلا. لكن دلوقتي المعادلة اتقلبت. كايزر أخيرا قدر يبقى لاعب قمة، وشكله كان شبه طفل كسب الجائزة الكبرى، لأنه عارف إنه كسب قبل ما يختار حتى. وقرر حاجة واحدة: من دلوقتي هيختار البطاقات الذهبية بس. سحب أول بطاقة، نور ذهب انفجر حواليه، والنتيجة حاكم السيف ذو الذراع الواحدة. سحب أسطوري، أي لاعب كان ممكن يصرخ من الفرحة. النظام طلع رسالة غريبة: لا تستوفى شروط أن تصبح مرسول هذا الحاكم. كايزر اتجمد مكانه. ازاي يعني؟ حتى الحاكم نفسه كان مصدوم. حالة زي دي ما حصلتش قبل كده. كلمة واحدة فضلت تدور في دماغه: الوعاء. عادة لما لاعب يموت على يد أتباع ملك الشياطين، حكام معينة بتظهر وتمنحه بركة البداية. لكن المشكلة كايزر قتل الزعيم بنفسه، فالحكام عمرها ما ظهرت. بمعنى أبسط، هو فشل لأنه نجح زيادة عن اللزوم. فتح نافذة حالته، خانة المرسول مش موجودة أصلا، مصنف فقط كمغامر عادي. الوضع بقى كارثة. معاه أقوى بطاقة بس مش قادر يستخدمها. اليأس بدأ يرجع له، حتى لو حذف الشخصية وبدأ من جديد لازم يستنى شهرين كاملين، يعني النهاية أو كده كان فاكر. عينيه اتحركت فجأة ناحية اليمين بطاقة مختلفة، مش ذهبية بل حمراء، طاقة غامضة بتشع، طاقة غريبة، حاجة عمره ما سمع عنها. واختارها، والاسم ظهر: المغامر الأخير المنسي، كاسيار. وفي نفس اللحظة النظام أعلن إنه مؤهل ليكون مرسول هذا الكيان. العالم حوالينه اتلون بالأحمر. كايزر فهم فورا: دي مش بطاقة عادية، دي هايدن بيس، سر مخفي محدش اكتشفه قبل كده. تم إضافة فئة جديدة ليه: آخر المغامرين. طاقة حمراء اندفعت داخل جسمه، قدرة جديدة اتفعلت، قدرة مرعبة، يقدر يستخدم مهارات أي فئة بدون قيود، يعني مفيش نظام يوقفه. يقدر يجمع أفضل المهارات من كل التخصصات. ببساطة لاعب بدون قيود. ومع عين الحقيقة زائد سيد الأسلحة، كايزر بدأ يتحول لوحش متكامل، مش متخصص في حاجة واحدة بل محترف في كل حاجة. النظام أعلن انتهاء التقدم وسيتم ناله خلال 5 ثواني. كايزر ابتسم أخيرا، لأول مرة حاسس إنه عنده سبب يلعب بجد. مستقبله كلاعب نخبة بدأ من جديد. الانتقال اكتمل ووصل إلى مدينة البداية، لكن اللي كان مستنيه هناك كانش بداية سهلة أبدا. بعد ما وصل كايزر لمدينة
مدينة البداية الوضع كان فوضوي بالكامل، لاعبين في كل مكان، بعضهم محبط بسبب سحبات سيئة في الجاتشا، والبعض تاني راضي بحظه لأن اللعبة مش معتمدة على القتال وبس. في مهن تانية طرق مختلفة للنجاح، لكن وسط الزحمة دي كان في نوع تاني من الناس، رجالة لابسين بدل شيك جدا، دول اسمهم الكشافين، وظيفتهم يدوروا على اللاعبين الموهوبين ويضموهم لجماعتهم. بس بصراحة معظم اللاعبين شايفينهم مزعجين أكتر من مفيدين. واحد منهم كان متوتر جدا، لازم يضم عدد معين من اللاعبين النهارده والا مديره هيقلب حياته جحيم. وفجأة لمح شاب واقف بعيد لوحده، بصوا عليه بسرعة وحكموا فورا ده شكله مجنون، وسابوه ومشيوا. لكن الحقيقة كانوا على وشك يضيعوا أكبر فرصة في حياتهم. كايزر كان واقف يتأمل أداة جديدة لبسها، قلادة الدم والعهد، أداة نادرة جدا مليانة خصائص مختلفة. كل مرة يفتح نافذة يحس إن الحظ أخيرا بدأ يبتسم له، إحساس غريب خصوصا لشخص عمره ما كان محظوظ قبل كده. فجأة إشعار ظهر قدامه، مهمة جديدة، تنظيف الغوبلين، أول مهمة حقيقية ليه كلاعب. والمفاجأة كل اللاعبين اللي حواليه وصل لهم نفس طلب، يقتلوا 40 غوبلين. الحماس انفجر في المكان، اللاعبين بيصرخوا، ناس بتدور على فرق، وكل واحد عايز يبدأ الطحن بسرعة. مغامر اسمه دانتي بشنب مثير رمى المهمة كلها على اللاعبين وقال لهم يتصرفوا، واضح انه مش ناوي يحارب بنفسه خالص. اول رد فعل طبيعي تشكيل فرق، اللعب الجماعي هنا شبه اجباري، خبرة اضافية وامان اكتر وسرعة في انهاء المهمة. وفعلا فريق قرب من كايزر، رامس هام وساحر، شكلهم هادي ومش عدائي، طلبوا منه ينضم لهم عشان يوصلوا للمستوى 12 بسرعة. كايزر وافق، كده اتكون فريق شيلد بيست بارتي. واحد منهم ضحك وسأله انت مسمي نفسك كايزر عشان معجب بالرانكر القديم الاسطورة اللي كان رقم واحد زمان؟ كايزر سكت، بس محدش يعرف الحقيقة. بدأت المهمة فورا، القائد اندفع وضرب غوبلين مثبت الوحش مكانه، وصرخ وقال اضربوا دلوقتي. الساحر والرامي اطلقوا ضرباتهم والغوبلين وقعوا على طول، لكن الباقي تحولوا فجأة لهجوم جماعي، ضغطوا على القائد بقوة والفريق بدأ يقلق. القائد طلب منهم الهجوم بسرعة، لكن المشكلة مهاراتهم لسه في الكول داون. لحظة خطر حقيقية، وهنا كايزر اتحرك، نزل من فوق بضربة واسعة واحدة، ضربة واحدة بس ومحت الغوبلين من الوجود. الكل اتجمد، سرعته وتحكمه وحركته مش طبيعية. قبل ما يستوعبوا اللي حصل كان اندفع تاني داخل المجموعة زي الصاروخ، ضربات متتالية، غوبلين بعد غوبلين بيقعوا في ثواني. الفريق بدأ يمدحه، حتى القائد وقف يشكره، واضح ان المهمة هتخلص اسرع بكتير من المتوقع. لكن المشكلة الحقيقية ظهرت فجأة، مجموعة ضخمة من الغوبلين وصلت، عيونهم بتلمع وضاحكين وكأنهم لقوا فريسة سهلة. القائد صرخ وقال لهم انسحبوا، لكن كايزر ما يعرفش معنى تراجع واندفع لقدام. الغوبلين فرحوا فاكرين ضحية مجانية، لكن لما رفع راسه وبص لهم كان شكله اقرب لشيطان نازل ساحة المعركة. ثواني من الهدوء، بعد كده انفجار هائل هز المكان. اللحظة دي رجعته لذكرياته القديمة. صديق سأله زمان مرة ليه دايما بتدخل أصعب المعارك، وقالوا له إنه متهور، إنه بيرمي نفسه قدام الخطر. كان كايزر عمره ما فهم معنى تهور، لأنه ببساطة هو ما كانش شايف نفسه في خطر أصلا. الناس بتخاف من المعارك، أما كايزر هو المعركة نفسها، مش لأنه متهور بل لأنه دايما متأكد من انتصاره قبل ما يبدأ القتال. والانفجار اللي حصل دلوقتي كان مجرد بداية لشيء الفريق كله هيفهمه بعد لحظات، لأن اللاعبين كانوا على وشك يستكشفوا إن الشخص اللي معاهم مش لاعب عادي بل كارثة متحركة داخل ساحة القتال. واللي هيحصل بعد كده هيغير نظراتهم لكايزر للأبد. الانفجار اللي حصل قبل لحظات كان سببه مهارة واحدة بس، ضربة مباشرة ومدمرة. كايزر بدأ يسدد ضربات حرجة على الغوبلين الأخضر، في ثواني ساحة القتال اتقلبت، ما بقاش فاضل غير تهديد واحد حقيقي، الغوبلين التاكن. كايزر اتراجع خطوة لورا، مش خوف لكن حسابات. هو عارف قاعدة أساسية في أي قتال، اقضي على المهاجمين بعيدة المدى الأول. اندفع لقدام، وفي طريقه شق صف كامل من المحاربين بضربات سريعة. الغوبلين الداكن أطلق مجزوفة سامة عشان يبطئه، لكن في نفس اللحظة كايزر فعل خاصية اوفر كام. إحساسه اتضاعف، ردود أفعاله بقت حادة بشكل مخيف، انحرف عن الهجوم وصده بدقة كاملة، والنتيجة الغوبلين اتصعق في مكانه. لحظة واحدة بس وكايزر أنهى حياته بضربة. وحش تاني حاول الهجوم فورا، كايزر صد الضربة ورسم قوس مثالي بسيفه، ضربة جميلة لدرجة مرعبة، والوحوش وقعت. هنا اشتغلت خاصية سيد السلاح وفتحت له مهارة جديدة، يعني ببساطة أي نقطة ضعف تتحول لحكم بالإعدام. كايزر ابتسم وأخد خنجر قصير من الأرض ورماه مباشرة في عين أحد الغوبلين بدأوا يهاجموه مع بعض، واحد ضربه بعصاية. كايزر بعد الضربة بسهولة، وفجأة اشتغل السلاح نفسه، مسك العصاية ودخل وضعية الأب الآسيوي الغاضب. الخنجر دخل حلق الوحش، بعد كده ضربه بالعصاية على وشه، والنتيجة اختفاء كامل للهدف. مع كل ضربة إتقانه للأسلحة كان بيزيد، مستواه بينط بسرعة غير طبيعية. والمفاجأة هو كان فاكر إنه بس يقدر يتعلم المهارات بدون قيود، لكن اكتشف حاجة أخطر، يقدر يستخدمها فورا داخل القتال بدون انتظار وبدون تدريب، وده مرعب جدا في لعبة زي دي. رغم الإرهاق كان سعيد جدا، لكن الفريق اللي بيتفرجوا عليه كانوا مش مصدقين عيونهم. القائد مش قادر يستوعب ازاي لاعب واحد عمل اللي فريق كامل محترف ممكن يفشل فيه. اسم كايزر بدأ يكسب معنى مرعب، وشيلد بيست بدأ يشك. هل ممكن؟ هل ده فعلا نفس الرانكر الأسطوري اللي اختفى سنتين؟ لا مستحيل. لكن السؤال الحقيقي بقى، مين الشخص ده أصلا؟ كايزر كان
كان واقف بيبتسم بشكل مرعب كأنه شخص شايف مستقبله قدامه بوضوح. شيلد بيست بدأ يقتنع ان الراجل ده مجنون فعلا. كايزر رجع لوعيه، جثث الوحوش بدأت تختفي، الأسلحة اللي استخدمها اختفت معاه لأنها جزء من الوحوش، لكن ده ما فرقش معاه. هو كسب الأهم، تجاوز قيود الأسلحة، فتح نفذة الحالة، مستواه ارتفع 3 مستويات كاملة من مطاردة واحدة، رقم مرعب في البداية. رغم انه قدر يستخدم أي سلاح، قلبه لسه مع السيف، فاستثمر نقاطه في القوة والرشاقة. أما باقي الإحصائيات، الأدوات والخصائص متكفلة بيها. خطة ذكية جدا. أصدقائه الجدد وصلوا عنده، بدأوا يمدحوه بشكل مبالغ فيه. شيلد بيست قالها بصراحة: "أنت كايزر الحقيقي صح". الباقي رفض الفكرة. ليه أسطورة تختفي سنتين وترجع تبدأ من الصفر؟ لكن مهارته ما بتسيبش مجال للشك. سألوه لو حصل على حاكم أسطوري، رد ببساطة وقال لهم دي مجرد خصائص وألقاب. الإجابة صدمتهم أكتر من الحقيقة نفسها. لحظة صمت مرت بينهم، بعد كده القائد اقترح يكملوا الصيد بعد ما طاقتهم رجعت. الجميع وافقوا فورا. الثقة في الفريق زادت، لكن الحقيقة هم بدأوا يعتمدوا على كايزر بالكامل. وخلال كلامهم كايزر سرح للخطة، افتكر فريقه القديم زمان كانوا دايما بيسيبوا أصعب الغارات ليه لوحده. ابتسم بخفة وتساءل: يا ترى هم فين دلوقتي؟ وفجأة إشعار طارئ ظهر: مهمة عاجلة، وحش ميني بوس الغوبلين المتحول بدون حد زمني. المشهد اتنقل أمام مدخل كهف مظلم، الفريق كله واقف هناك. وصلوا أخيرا لمواجهة الهدف. الرامي والساحر بدأوا يشتكوا من التوتر، رغم إنهم وصلوا بالفعل للمستوى التاسع بعد القتال الطويل. الإحساس بالخطر كان مختلف، أقرب للحقيقة. أما كايزر كان بيبص للكهف بهدوء غريب، كأنه يعرف إن المعركة اللي جاية مش مجرد مهمة، بل اختبار حقيقي لبداية أسطورته من جديد. لكن اللي ما أدركوش الفريق إن الوحش جوه الكهف مش الخطر الحقيقي، بل الشيء اللي أيقظه وجود كايزر نفسه. بدأ التوتر يظهر على الجميع من غير أي محاولة لإخفائه، لكن كايزر كان مختلف. هو الوحيد اللي فاهم سبب القلق ده كويس جدا، لأن الزنزانة اللي هم داخلينها دلوقتي مش أي دنجن عادي، دي مكان مشهور بين اللاعبين باسم قاتل المبتدئين. كايزر فاكر كويس التعليقات اللي كان بيقراها زمان، لاعبين بيصرخوا من الإحباط وبيسألوا نفس السؤال كل مرة: إزاي نعدي المكان ده من غير ما نموت عشرات المرات؟ الحقيقة المرعبة، أغلب الفرق بتخسر حد منها في أول محاولة، وعشان كده اللاعبين أطلقوا عليها لقب تاني أكثر سوداوية: قبر أرضا. أخيرا الفريق دخل الزنزانة، وكايزر وهو ماشي كان بيفكر في صعوبة المكان ده. الموضوع مش قوة بس، النجاح هنا محتاج تناغم مثالي بين الفريق. أي غلطة صغيرة تساوي النهاية. كل ما توغلوا أكتر بدأ التذمر يزيد. المكان ده المفروض يتشال من اللعبة، دي مش متعة، دي تعذيب. لكن قائد الفريق شيلد بيست قطعهم بسرعة وقال بنبرة حازمة: لو عايزين تدخلوا غارات المستوى العالي يبقى لازم تعدوا من هنا. زي ما الشركات بتفضل المتدربين أصحاب الخبرة، النقابات في اللعبة بتفكر بنفس الطريقة بالظبط. من غير إنهاء الزنزانة دي مفيش أي جلد محترم هيقبلك. واللعبة نفسها قافلة كل طرق الغش، كل إنجاز بيتسجل في كتاب مغامرات غريب. يعني مستحيل حد يدعي إنه نجح وهو ما عملش كده فعلا. كايزر فهم الرسالة كويس. لو عايز يشارك في غارة الزعيم في المدينة اللي جاية لازم يثبت نفسه هنا الأول. الزعيم اللي جوه اسمه أرضا، ممكن نظريا تعدي المدينة من غير ما تهزمه، لكن زعيم المدينة اللي جاية مش هيسمح لأي حد يكمل طريقه قبل ما أرضا يسقط. يعني ببساطة دي نقطة الاختبار الحقيقية. وصل الفريق أخيرا للباب الضخم، ولوحة النظام ظهرت قدامهم. الحد الأقصى 4 لاعبين، المستوى أقل من 10، الشروط مطابقة لفريقهم تماما. كايزر بص للجميع وسأل: جاهزين؟ يوبن ردت فورا بثقة: راجعت الخطة أكتر من 10 مرات، أنا مستعدة. شيلد بيست فعل المهمة، والجميع وافق بدون تردد. البوابة اتفتحت ودخلوا موطن محارب الجوبلين أرضا، وكايزر شد قبضته. عدى وقت طويل من آخر مرة ورى فيها قوته الحقيقية، وفجأة ظهر الزعيم، ابتسامة ملتوية على وشه وصحة مرعبة توصل ل20,000 نقطة. أطلق زئير هز المكان كله كأنه مستعد يسحق أي مغامرة هيقظه. يوبن اتجمدت مكانها وقالت بتوتر: هو ده لسه مجرد لعبة ولا احنا دخلنا عالم تاني فعلا؟ لكن كايزر صرخ فورا: كيزو جاي علينا. الزعيم اندفع بسرعة مخيفة. شيلد بيست فهم في لحظة واحدة مهما كان كايزر قوي مش هيقدر يحمل كل لوحده. اتقدم لقدام ورفع درعه وصرخ: ارجعوا ورا. الصدمة كانت عنيفة، لكن الضربة اتصدت، بل ونجح في إرباك الزعيم للحظات. اضربوا بكل قوتكم. الفريق هاجم فورا، لكن أرضا استعاد توازنه بسرعة مرعبة ولوح بسيفه بضربة قاتلة. الدبابة صدتها مرة تاني، وفعل مهارة الحماية الخاصة بيه اللي تزود دفاعه وطاقة تحمله طالما الفريق واقف وراه. وفي وسط الفوضى كايزر كان بيتحرك كأنه شبح، ضربات سريعة وحركات خفيفة، وسيفه بيقطع الغوبلين مرة بعد مرة من غير ما يوقف. الوحش صرخ وتراجع. شيلد بيست ابتسم، واضح ان المرحلة الأولى هتعدي بسهولة. لكن فجأة استهدفوا الراس. النمط بدأ، الصوت خلاه يتجمد. مستحيل، النمط المفروض يتفعل لما صحة الزعيم توصل للنص. بص ناحية الوحش واتصدم، الشرط اتحقق بالفعل. وفي نفس اللحظة كايزر نط لقدام، ضربة واحدة حادة وقطع ايد الجوبلين بالكامل. ابتسم بهدوء وقال: خلاص انهيت النمط قبل ما يبدأ. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام.